وين مختفية؟ وين مختفية؟ والله شوية نشاطات داخلية وخارجية عندي، يعني عندي شوية سفريات داخلية، مثلا أطلع من مطار غرفة النوم أحط بمطار غرفة الولاد، بعدين نطير سوا نروح نحط بمطار المطبخ، نرجع نحط نطير على مطار المدرسة. هاي مطارات خارجية، يعني عندي سياسات خارجية ذات برات البيت. مطار المول نحط بمطار الروضة، يعني بشوية نشاطات، يعني شغال الوضع. عندي سفريات مهمة، وأعقد أحيانا شوية اجتماعات، عندي اجتماع مع الغسيل، عندي اجتماع مع المطبخ، اجتماع مع الطبخ، يعني أعقد اجتماعات شوي مهمة. واللي هو أهم اجتماع قام أعقده بالفترة الحالية هو اجتماع كتابة الوظائف. هذا الاجتماع من الاجتماعات اللي بحيل مهمة، لأنه لازم يكون مدروس بكل حذر، لأنه إذا ما كان مدروس بكل حذر رح تصيب بيه شوية مشاكل، يعني تؤدي إلى حروب و ما تلائم السياسات الداخلية ولا الخارجية. لذلك يعني هاي يعني مشغولة هالفترة، مشغولة وشكرا. معروف إنه كيد النساء عظيم، بس كيد الرجال على أعظم. في قاضي تزوج على مرته بالسر بدون ما تدري يعني، بس مرته كانت شاكة إنه متزوج بس ما كان في دليل بإيدها، وصارت كل ما تحكي لجوزها بالموضوع إلها أنت عم تتخيلي وما في شي من هالحكي. وبس حس القاضي إنه مرته شاكة بالموضوع عمل خطة هو ومرته التانية على مرته الأولى. اتفق هو ومرته التانية إنه تيجي لعنده على البيت بعد صلاة الظهر وتسأل عنه. وفعلا إجت مرته التانية على بيته وسألت عنه. طلعت عليها مرت القاضي وقالت لها شو بدك؟ قالت لها بدي القاضي استشيره بشغلة بعد إذنك. وقعدوا الثلاثة سوا بنفس الغرفة، القاضي ومرته الأولى ومرته الثانية، وصارت مرته الثانية تحكي له: يا سيدي القاضي، أنا وجوزي بنحب بعض كتير، بس لاحظت عليه بالأيام الأخيرة إنه متغير، وحاسة إنه متجوز علي بس ما عندي دليل، وكل ما أفتح سيرة الموضوع معاه بيقول لي أنت عم تتخيلي وعم تتوهمي. فقالها القاضي: هي وساوس الشيطان، الشيطان عم يوسوس لك مشان ينزع بينك وبين جوزك، فتعوذي بالله من الشيطان وشيلي الشكوك من راسك. هون تدخلت الزوجة الأولى وقالت: حالتك نفس حالتي، أنا نفس الشي يا أختي عم بصير معي، أنا كمان شاكة بجوزي إنه متجوز علي. قام القاضي قال: حكى بدري وانشرح صدري، هاي مرتي مثلك، ليش نروح بعيد؟ عم تتخيل إني متجوز عليها وعم تتوهم، وهي قدام الله وقدامكن رح أقول: إذا كان إلي برات الغرفة زوجي فهي طالق. نطت مرته من مكانها وهي عم تضحك وتعلقت برقبته وقالت له: تحرم علي من هاليوم إذا عاد شكيت فيك، وسامحني على كل شي بدر مني. هون إبليس ارتكى وقعد على جنب. هذا هو كيد الرجال اللي حكيت لكم عنه. والرجال نوعين: رجل إذا أحبك أعادك طفلة تركض في حقول الياسمين، والنوع الثاني اللي عندكم كلكم منه. كنت معكم أنا شيرين القياس، تابعوني على حساباتي، تابعوني لحتى يوصلكم كل جديد. بتمنى دعمكم على اليوتيوب وعلى الانستا، ولا تنسوا اللايك والشير. تضلوا بخير.